ازيكم؟ في الفيديو ده هنتكلم عن دبي عامة، وازاي ان دبي مختلفة عن بقية المدن، وهنتكلم عن دبي كمان المتوقع ان هو يحصل في اطار الاحداث الحالية. وطبعا ده رأيي الشخصي، ممكن يكون صح ممكن يكون غلط. طبيعي ان لما تسمع لحد مفروض تسمع لكذا حد وبتقرر انت ايه اللي بيتماشى معاك، وما بتاخدش اي معلومة على اساس ان هي صح 100%. بتاخد المعلومة على اساس ان هي ممكن تكون غلط وممكن تكون صح، بحيث ان عقلك دايما يبقى في حالة فلترة، او في حالة ان هو بينقي الجزء الصح وبيسيب الجزء الغلط. مع الوقت بتبقى الموضوع ده طبيعي بالنسبة لك. طيب في البداية هعرفكم بنفسي، اسمي عمرو. اللي ما شافش قبل كده فيديوهاتي يقدر يشوف قصتي، هسيب لكم اللينك فوق. ازاي بدأت في العقارات، وانا بشتغل في العقارات في دبي من حوالي 3 سنين دلوقتي، ولكن عايش في الامارات من 11 سنة او 10 سنين. هنتكلم في البداية عن دبي. ايه هي دبي؟ طبعا الطبيعي ان انت بيكون في بالك لما بتسمع عن دبي ان هي دبي عبارة عن مدينة زي اي مدينة ممكن تروح لها تخرج. بتسمع ان فيها ابراج عالية، بتسمع ان فيها اماكن للسهر، اماكن للخروج، ولكن ده كله في الظاهر. الحقيقة ان دبي فعلا مختلفة عن اي مدينة في مدن العالم. وده لان دبي عبارة عن بيزنس، او عبارة عن شركة كبيرة اكتر من ان هي مدينة. لما تيجي دبي وتروح تستخدم اي يعني تروح اي مكان او تستخدم اي خدمة موجودة، هتلاقي ان الخدمة دي او المكان ده عامل نظام سيستم بيجمع فيه مبالغ، و في خدمات معينة بتمشي مع كل طبقات المجتمع. فالفكرة في دبي ان هم دايما بيفكروا ازاي يطوروا من المدينة كأن هي بيزنس بالظبط. فتلاقي ان دايما في خطط للتطور، خطط للتنمية، خطط لزيادة عدد السكان، خطط لنمو السياحة. وبتلاقي ان دايما الخطط دي بتطبق ومفيش حاجة بتتأخر، بالعكس كل حاجة بتحصل في وقت سريع جدا. وده لان هم فعلا بيطبقوا كلام ربنا بالطريقة الصحيحة. مش بس ان هو بس كده انا مسلم وخلاص، لا، ده فعلا ان هم بيطبقوا الكلام يعني زي ما قال الكتاب بالظبط. والدليل على كده ان بتشوف النتيجة قدامك، النتيجة النهائية عاملة ازاي. لما بتيجي دبي بتلاقي الشوارع نظيفة جدا، بتلاقي الابراج عالية جدا، بتلاقي التطور يعني لا يصدق في وقت قصير جدا. كل ده طبعا كل دي من وعود ربنا، ان انت لما لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فكل الكلام اللي موجود في دبي ده عبارة عن تجلي لعقلية القيادة او عقلية الناس اللي ماسكين السلطة، او اللي ماسكين في الحكم. طبعا ده مش بس بينعكس على الناس اللي ماسكين، كمان بينعكس على الناس اللي عايشين. فبتلاقي ان الناس لما بتيجي هنا بتحس بالامان. مفيش حد بيحس ان هو ممكن يتسرق، او بيحس ان هو مثلا مثلا يقدر ان هو يسيب باب عربيته مفتوح وينزل، يقدر يسيب محفظته ويرجع يلاقيها. لو ضاع موبايلك بترجع تلاقيه. كل ده لان الناس ككل في حالة من الأمان، في حالة من السكينة والأمان، بسبب الفكر بتاع اللي اتعمل بيه المكان. طبعا ده بيرجع لتطبيق كلام زي ما قلت لكم كلام ربنا في جميع المجالات. وهو بيعتمد اكتر كمان على الاختيار. يعني في منكم اكيد هيقول لي بس دبي مليانه مثلا اماكن للسهر، مليانه اماكن مش عارف ايه، ولكن فيها برضو اماكن للنجاح، في اماكن للتطور. فالفكره ان انت ليه ربنا مديك الاختيار، ربنا مديك كل الاوبشنز، كل الخيارات، وانت اللي بتختار هتمشي في اي طريق فيهم. فنفس الفكرة
انا دلوقتي لما اجي اصنع حاجة لازم اعملها بشكل ان هي يعني تلائم جميع البشر، جميع الاهتمامات، بحيث ان انا دلوقتي لما اوريك طريق الصح فين وطريق الغلط فين هتروح لطريق الغلط، هتجربه، هتعرف ان طريق الغلط ده نتيجته ايه، فبالتالي انت بمزاجك هتروح للطريق الصح. بدل ما انا اقول لك مثلا هو ده مفيش غيره، هتمشي هنا يعني هتمشي هنا، انت نفسك هتحس ان انا هتحس بالفضول ان طب هناك في ايه، انا عايز اشوف. فبالتالي بينزع عنك حتة ان انا عايز اشوف هناك في ايه. فكتير جدا اللي هيفهم كلامي اللي طبعا انغمس في الحياة دي وفهم ليه هي حياة مش كويسة، وليه مع الوقت انت بتلاقي نفسك ان انت محققتش اي حاجة وبالتالي بترجع. فمهم جدا ان يكون في الخيارين متاحين. فطبعا الخيار النافع في دبي قوي جدا، لان انت لما بتروح اي شركة مثلا بتلاقي نفسك ان انت مش بس بتتطور، يعني بتتطور عقليا، بتتطور جسديا، بتتطور ذهنيا. الناس اللي بتقابلهم في كل مكان بتروحه كلهم عايزين يتطوروا، كلهم عايزين يبقوا احسن. فبتلاقي ان انت البيئة المحيطة مساعداك ان انت تتحسن. مش مثلا انا دلوقتي مثلا لو عايز ان انا اخس وكل يوم بروح مكان صحابي كلهم بيقعدوا يطلبوا مثلا كي اف سي ولا برجر ولا مش عارف ايه كل يوم، حتى لو انا عندي اهداف ان انا ابقى شخص صحي هلاقي ان انا كل يوم بضعف اكتر واكتر لحد ما في النهاية ببقى ايه، عايز ابقى جزء من المجتمع ده وببقى عايز انضم ليهم. فهنا ده النفع، هنا ده البيئة السلبية. لما تكون محاط ببيئة سلبية بتأثر عليك مهما كانت درجتك من الصمود والقوة، بتيجي بتضعف في وقت من الأوقات، وده طبيعي لأن احنا بشر. فالبيئة هنا المحيطة بيك بتساعدك على النجاح، لأن انت محاط حرفيا يعني عايز أقولك أغلبية الناس اللي بتيجي دبي بيكونوا رجال اعمال او بيكونوا عندهم البيزنس بتاعهم وعايزين ان هم يتعرفوا على ناس برضو عندهم بيزنس، بحيث ان هم يشوفوا سبل للتعاون او التواصل، بحيث ان هم يطوروا من نفسهم ومن البيزنس بتاعهم. فمعظم الناس اللي بتيجي دبي ما بتفهمش، يعني بتحس بحاجة غريبة، بتحس ان هم مش فاهمين الاجواء. اليوم هنا بيعدي بسرعة جدا، مش فاهمين ليه. ولان ده الوعي الجمعي لما بيبقى كله مركز على اتجاه واحد بتلاقي ان الموضوع بيبقى مؤثر بشكل كبير. فبيجي الشخص مثلا العادي بينزل دبي بيحس ان هو المكان صعب عليه، او صعب عليه ان هو يتعايش في المكان ده، لو بالذات هو مش منفتح ان هو يتطور وان هو يبقى شخص احسن كل يوم. ولكن الناس اللي بتبقى جاية وهي فاهمة ايه تأثير دبي عليها وعلى شغلها، بتعرف ان انت لازم في الاول تمر بفترة صعبة جدا، بحيث ان انت تنقي وتنظف افكارك وتنظف جسمك وتنظف سلوكك وتنظف كل حاجة، بحيث ان انت تبتدي تبقى في الصعود عشان تواكب المجتمع اللي انت انضميت ليه ده. عشان كده الناس دلوقتي حوالين العالم بتضخ اموال في دبي، لان هم عارفين ازاي ان المكان ده فعلا نجح ان هو يخلق وعي جمعي مركز على الامان، مركز على التركيز على الذات اللي هو عليكم انفسكم، مركز على البيزنس، مركز على النفع، مركز على السلام، ما بيدخلوش في اي مشاكل. دايما بتلاقي دبي في موقف اللي هو ايه، احنا هنا عشان نطور، احنا هنا عشان نبقى ناس احسن، احنا هنا عشان نبقى ناس اذكياء، احنا هنا عشان احنا عايزين نبقى افضل. فتخيل نوع الشخص اللي انت بتبقى عليه لما بتبقى قاعد في مكان زي ده. اكيد في البداية هتواجه صعوبات كتيرة ان انت مش مستوعب الفرق الفكري، ولكن بعد كده هتلاقي ان انت بقيت واحد منهم.
وطبعا ده برضو بيؤدي لان انت ماديا بتبتدي ان انت تجذب ليك فرص وثروات اكبر واكبر. كل ما بتغير من نفسك للاحسن، كل ما بتاكل اكل صحي اكتر، كل ما بتبطل العادات السلبية زي الغيبة والنميمة والكلام على الاخرين ومتابعة الاخبار السيئة ومش عارف ايه والكلام ده، كل ما انت بتبقى بني ادم افضل. فكل ما بقيت بني ادم افضل، كل ما غيرت من نفسك اكتر، كل ما ربنا ساعدك ان انت تحصل على ليفل اعلى وتبتدي تتدرج في الدرجات في الدنيا لحد طبعا النهاية، لما توصل ان شاء الله برضو تدخل اعلى الدرجات في الاخرة. فكل ده دبي بتساعدك عليه. كمان دبي بتساعدك ان انت تقابل ناس مشاهير، يعني مش يعني باختلاف عن بقية الدول في العالم، ان انت ممكن ببساطة جدا تقابل حد مثلا انت بتحبه او حد انت بتابعه بقالك فترة كبيرة وتحس ان هو الموضوع عادي، ان هو مش شخص يعني شخص طبيعي زيه وزيك. لما بتقابله ممكن تقابله عادي في الشارع، ممكن تقابله في مطعم، ممكن تقابله حتى في ايفنتات اللي هي النتوركينج ايفنتس، او اللي بيعملوا زي كده ايه ايفنتات تعارف. الناس بتتعرف ببعض وبيشوفوا ازاي ينفعوا بعض. فممكن تقابل ناس مشاهير كتير جدا في الاماكن ده. وده طبعا مختلف عن بقية دول العالم اللي يعني من الصعب ان انت تلاقي فيها كل الناس الناجحين قاعدين في مكان واحد. طبعا دبي بتوفر لك الكلام ده. طبعا مجال العقارات في دبي يعتبر من اكبر المجالات، لان هو يعني البنية التحتية والبناء هو دي اكتر حاجة بتظهر نجاح المدينة او الدولة. وعشان كده دبي دايما مركزة في ان هم دايما يطوروا، دايما يعملوا بنية تحتية اقوى، دايما يعملوا مباني اكتر. فهتلاقي ان في المطورين العقاريين والوسطاء العقاريين دايما في تنافس، دايما في تطور. فهنيجي للفترة اللي احنا بنمر بيها دي، لما نيجي نشوف التاريخ اللي حصل في السابق هنلاقي ان كل الازمات اللي مرت بيها دبي، اللي مر بيها العالم حوالين دبي، ممكن تكون أثرت على دبي بس بشكل بسيط، مش زي بقية العالم. فبتلاقي ان دايما كل يعني المكان المميز دايما هتلاقي الاماكن كل الحاجات اللي زي بعض دايما في الازمات بتنزل الحاجة المميزة، يا اما بتفضل ماسكة مكانها، يا اما بتنزل حاجة بسيطة اقل من اللي حواليها طبعا. فنشوف الازمات اللي حصلت، في ازمات حصلت في 2008، في ازمات حصلت في 2014، في ازمه الكورونا. كل الازمات اللي مرت بيها دبي دي يعني قدرت ان هي تطلع منها بحلول اقوى وقوانين، وقدرت ان هي تتغلب على الازمه دي وتطلع اقوى بكتير، بحيث ان الازمه اللي بعدها ما تاثرش عليها زي الازمه اللي فاتت. ودي ميزة دبي، ان اي حاجة بيقرروها بتتحقق على طول. غير مثلا لما يكون انت مثلا في مدينة فيها مثلا حكومة، فيها رأس اللي هو البرلمان، فيها مش عارف ايه، فأي قرار بيطلع لازم الأول يعدي على البرلمان، لازم مش عارف يعمل له ابروف، يعني يتصدق عليه من مين، وفي النهاية بعد كام سنة ولا كام شهر بيبتدي يتطبق. هنا في دبي اعملوا كذا خلاص تبتدي تتعمل. فالسرعة مهمة جدا في الوقت اللي احنا فيه، وعشان كده قدروا ان هم يحققوا النجاح الباهر ده في خلال بس 50 سنة. البلد كلها، الناس العالم كله منبهر، بيجي دبي يشوف الابراج، يشوف الحاجات اللي حققوها، بينبهر. فعشان كده دلوقتي كل المستثمرين والمليارديرات حوالين العالم بيضخوا فلوس في دبي في الريل استيت في جميع المجالات، عشان فعلا فهموا ان الناس دي عارفة هي بتعمل ايه بالظبط. طيب الوضع الحالي ده لو أثر هيأثر ازاي؟ فعشان نعرف المستقبل في يعني افضل طريقة من افضل الطرق ان احنا نشوف الماضي حصل فيه ايه، وبعدين نبص على المستقبل عشان نعرف ايه اللي ممكن يحصل. فانا هنا سألت واحد صاحبنا اكيد كلنا عارفينه دلوقتي، اسمه جي بي تي. كلمنا عن اللي حصل في الماضي، فقال لنا ايه؟ قال لنا يا سيدي او يا ستي،
ان اللي حصل في سنة 2008 الأزمة العالمية، انهيار السوق العقاري العالمي. دبي كانت في عز طفرة الإنشاءات، نخل الجميرة، برج خليفة، المارينا. أسعار العقارات ساعتها نزلت وآلاف المستثمرين سحبوا فلوسهم. دبي ازاي اتعاملت مع الأزمة العالمية دي؟ ودي كانت من أول الأزمات طبعا اللي مرت بيها دبي. فبيقول لك ان دبي اوقفت بعض المشاريع مؤقتا، عادت هيكلة شركات تطوير زي نخيل، ركزت على قوانين الحوكمة وولادة الريرة اللي هي دايرة الأراضي والأملاك في دبي، اللي هي دلوقتي متحكمة بشكل كبير جدا في السوق العقاري. وبعدين بدأت مرحلة النضج بدل الاندفاع. تاني أزمة حصلت معانا في دبي كانت سنة اللي هي انهيار أسعار النفط في 2014 ل 2016. حصل إن أسعار النفط نزلت من 110 دولار ل 30 دولار. دول الخليج اتأثرت وسوق دبي العقاري شهد تباطؤ، وتراجعت الإيجارات والأسعار بنسبة من 10 ل 20%. إزاي دبي اتعاملت مع الموقف ده؟ ركزت على التنويع الاقتصادي ما بين السياحة والتكنولوجيا والتعليم والفعاليات. زادت الإنفاق على البنية التحتية زي مترو دبي 2020 ومشاريع دبي الجنوب أو دبي ساوث. وبدأت حملة الجولدن فيزا لجذب الاستثمارات الفردية طويلة الأجل. والجولدن فيزا دي اللي هي بتبقى فيزا لمدة 10 سنين بتقدر تحصل عليها لما بتستثمر في دبي بمبلغ معين. طيب، ثالث أزمة حصلت هي كوفيد 19 أو الأزمة اللي حصلت في 2020، وحصل فيها توقف تام في السياحة والطيران، ودول أصلا شرايين دبي. حصل في نزيف في قطاع العقارات، وأسعار العقارات نزلت من 10 ل 15%، وحصل في مغادرة عدد كبير من السكان الأجانب. طبعا دبي دلوقتي في الوقت ده اتعاملت ازاي؟ يعني لاحظ رد الفعل بتاع دبي سريع ازاي وذكي ازاي. فكانت دبي اول مدينة في العالم ترجع تفتح الاقتصاد بالكامل بامان. اطلقت حملات تطعيم ضخمة، دعمت الفريلانسرز ورواد الاعمال، وسهلت اقامة المستثمرين. السوق العقاري رجع بعدها ينتعش من 2020 وبقوة في 2021. نيجي بقى ايه للحروب الإقليمية، زي مثلا حرب اليمن، حرب إيران والخليج، الأزمة الروسية الأوكرانية، أحداث غزة وفلسطين الأخيرة. ازاي دبي تعاملت معاها؟ هتلاقي ان في ثبات واستقلال سياسي نسبي، وتموضع كملاذ آمن في وسط منطقة متقلبة. دايما دبي بتفكر ان هي ازاي تبقى يعني ملاذ آمن. فالناس اللي هم قلقانين في العالم كله بيجوا دبي، لان دبي علاقتها كويسة مع كل جيرانها. وطبعا ضخ أموال من أثرياء المنطقة الباحثين على الاستقرار. فالأزمات دي طبعا المطورين، لما نيجي نتكلم عن المطورين العقاريين في وقت الأزمات اللي زي كده، الكل بينزل، ولكن اللي بيصمد أكتر حاجة أو بيفضل زي ما هو، ما كانش بينزل حاجة بسيطة، هو المطورين المميزين. فمهم جدا النقطة دي برضو ركز عليها، طبعا لأنها شغال في العقارات فلازم أقول لك حتة كده إيه تكنيكية. طيب، ايه اللي يخلي المطورين المميزين يفضلوا زي ما هم؟ هتلاقي ان اغلب المطورين في السوق كانوا بيأجلوا او بيوقفوا مشاريعهم في الازمات. لكن مثلا مطور زي إلينغتون، هو مطور يعتبر مميز جدا في السوق العقاري في دبي، كان بيحافظ على جودة التنفيذ، بيكمل المشاريع في وقتها، وبيحدث المستثمرين يعني طول الوقت. فالعميل بدأ يحس ان هو فلوسه في امان، وده خلاه يرجع يشتري تاني ويجيب ناس كمان معاه. وطبعا ده بسبب كمان ان المطور قدر ان هو يحافظ بشكل او باخر على قيمة الوحدات بتاعته من غير ما تنزل يعني بشكل كبير زي المطورين التانيين. وده لان
يعني حصل ان في 2019 مثلا المباني اللي جنبنا كانت او المباني اللي جنب إلينغتون كانت بتبقى فاضية، مع ان هي ارخص مباني إلينغتون بتبقى مليانة 96% نسبة اكتمال، بالرغم من ان العائد الايجاري بتاعها 30% اعلى من العائد الايجاري بتاع المباني التانية. طيب فنيجي هنا لنهاية الفيديو. الغرض من الفيديو ده ان احنا ايه، في الوقت الازمات اللي الناس مبتبقاش عارفة ايه اللي ممكن يحصل، مهم ان احنا نفضل ايجابيين وما ننجرش دايما للاخبار السلبية، لان دلوقتي دي الفترة بتاعة الفتن، ان كل واحد بيقعد يشير اخبار، وكل واحد بيبقى قلقان، وكل واحد بيبقى خايف. فمهم ان الواحد يبقى عنده يقين في ربنا، ان هو طالما فعلا بيعمل اللي عليه وبيغير من جواه زي ما ربنا طلب منه، ان هو هيبقى في امان، فلوسه هتبقى في امان، حياته هتبقى في امان. طبعا ربنا بييسر له ايا كان الشخص ده ان هو يبقى في المكان الصح في الوقت الصح. وفي ناس، بدليل ان في ناس وقت الازمات بتتغير حالها 360 درجة، 200 و 180، عشان بيقول لك 360 دي بيرجع مكانه تاني. 180 درجة بيتغير حاله، بدل ما بيبقى فقير بيبقى غني في ليلة، في يوم وليلة، في وقت الأزمات. وده الوقت اللي بيتحول فيه الأحوال من سلبي لإيجابي أو من إيجابي لسلبي. فأتمنى يكون الفيديو ده كان مفيد. خليك يعني في آية بتقول يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مهم ان انت تتبين من الاخبار اللي بتجيلك عشان ما تفتنش او ما تفتنش غيرك. طبعا الميديا دلوقتي والقنوات كلها بتبقى يعني ده الموسم بتاعهم فهتلاقي ان هو كل واحد بيشير اي حاجة بحيث ان هي ايه تولع الدنيا اكتر واكتر. فلو انت عايز تبقى شخص دلوقتي يعني تطور من نفسك او ان انت تبقى شخص احسن، حاول تبعد عن الاخبار السلبية، لان هي انت لو مش في ايدك حاجة تعملها دلوقتي مش هتأثر في حياتك بشكل ايجابي، بالعكس هتأثر في حياتك بشكل سلبي. لو انت قررت بقى ان انت تروح تاخد اكشن بنفسك، دي حاجة بتاعتك انت، بس طول ما انت عايز تبقى شخص تتطور وتبقى شخص واقف على رجله وكده، لازم ان انت تبقى مركز على نفسك ومركز على الجانب الايجابي لان ربنا لما يجي يسألك في النهاية هيقولك انت عملت ايه في حياتك، مش هيقولك انت عملت ايه في حياة صاحبك ولا حياة اخوك ولا اختك. هيقولك انت عملت ايه في حياتك، عملت ايه بالحاجات اللي انا اديتها لك، بالمعلومات اللي انا اديتها لك، بالفلوس اللي انا اديتها لك. فأتمنى يكون الفيديو ده كان مفيد. لو انت ما اشتركتش لسه في القناة اشترك واضغط على اللايك والحاجات واعمل كومنت انت بتتفرج على الفيديو ده منين. وكل ده طبعا عشانك انت مش عشاني انا، عشان الفيديو اللي جاي هيكون برضو فيديو مفصل عن هنشوف. اشوفكم على خير.